السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، دايما في خير كده. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمل الكاتشب، طريقه سهله جدا وجميله. بس ما تنسونيش بقى في الاشتراك، الزر الاحمر اللي تحت تتكوا عليه وتعملوا له لايك. معانا النهارده حبايب قلب كوبايه صلصه، معانا هنا كوبايتين ميه، معلقه بهارات، نص معلقه قرفه، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه سكر، معلقتين نشا. عامل لك كاتشب جميل جدا بتاع المحلات بره، حاجه هتحبها قوي انتي والاولاد. بسم الله. جبنا كده الحله بتاعتنا، حطينا فيها كوبايه الصلصه، اي صلصه عندك سواء جاهزه او سواء انت عاملاها في البيت، ونحط عليها معلقتين النشا، اقلبها كويس كده فيها. ابدا بقى احط بقيه مقاديري. حطيت دلوقتي البهارات والقرفه، يا جماعه اختياري حسب ما انت حابه تحطي. وحطيت دلوقتي ربع كوبايه السكر، واقلبهم كويس جدا. هحط معايا ربع الخل، ربع كوبايه الخل، وهقلبها برضو. واحط كوبايتين الميه اللي معايا. طريقه سهله جدا، مش هتاخد منك دقايق خالص، حلوه قوي وسهله وجميله ونضيفه في نفس الوقت. رفعتها على النار وبقلبها كده لحد ما احس ان هي القوام بتاعها تقل معايا. وتنفع تخزنها في التلاجة يا حبيبتي، يعني من اسبوعين ل3 في التلاجة تستخدميها للاكل عندك. سبتها على النار لحد ما كده يغلي معايا القوام ويتقل، زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. شايفين حتى لونها غير بقى جميل جدا، شبه الكاتشب بالظبط، جميلة. تقلت معايا دلوقتي اهي. هخلص بقى تغلي كده ونغرفها. حطيتها اهي عندي جميلة جدا ما شاء الله. بس انا زودت عليها حاجة، معلقة شطة، عشان انا بحبها سبايسي انا والاولاد، مع البطاطس كده تحفة جميلة ما شاء الله. يا رب تعجبكم. شوفي بقى مع البطاطس جميلة، طعمها حلو قوي والسبايسي ما شاء الله. ما تنسوش بقى لايك وشير، سبسكرايب للقناة من مطبخ منى العدل. يا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك وتكوا على الزر الأحمر للقناة الاشتراك.